في هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا حسين جلبي، محامي وكاتب صحفي من هامبورغ. ما هي أبرز ملاحظاتك عن يعني هذا الموضوع، موضوع تدفق اللاجئين إلى دول غرب أوروبا عبر دول البلقان، غرب البلقان؟ ما هي أبرز ما شدك في هذا الموضوع من ناحية قانونية مثلا، على اعتبار أنك محامي أنت؟ مساء الخير. اولا قبل ان ادخل الى هذا الموضوع شائك، لا استطيع الا ان امر على المأساة التي اكتشفت امس او اليوم في النمسا، وكان نتيجتها مجزرة كبيرة. يعني رائحة الموت السوري ملأت اليوم اوروبا من طريقة من النمسا. الملاحظة الاولى هي يعني اللجوء السوري في اوروبا هو جزء من مشكلة. على اوروبا ان تنظر الى الموضوع على أن اللجوء هو جزء من مشكلة كبرى ينبغي معالجتها في موضعها في المكان في سوريا. الدول الأوروبية هي طبعا من ناحية اللجوء ليست على السوية ذاتها. في الوقت الذي نشهد فيه تعامل الشرطة المقدونية القاسي مع اللاجئين السوريين، نجد أن ألمانيا ترحب بهم. يعني ليس هنالك تكامل، ليس هنالك تعاون أو تنسيق بين هذه الدول على ما يبدو. وهناك دول أغلقت أوروبا من ناحية وهناك دول أغلقت أبوابها بالكامل أمام اللاجئين، فرنسا، بريطانيا مثلا. صحيح تماما. الواقع يعني من المفترض أن تعتبر أوروبا دولة واحدة. يعني بحسب اتفاقية دبلن، من كان يقوم بتقديم اللجوء في دولة ما أو يعني يقدم بصماته في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كانت تلك الدولة تعتبر مختصة في قضية لجوئه حتى النهاية، إلا أن ألمانيا قامت قبل أيام قليلة كما هو معروف بإلغاء بصمة دبلن، أو تنصلت أو لمصلحة اللاجئين في هذا الشأن، واعتبرت أن اللاجئ السوري، خاصة السوريين طبعا الذين يقومون بتقديم اللجوء أو يتم القبض عليهم في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ويتم أخذ بصماتهم، يمكنهم الوصول إلى ألمانيا وتقديم اللجوء مرة أخرى هنا. قانونيا طبعا هنالك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هي تقوم بتوجيه نداءات إلى الدول الأوروبية لمعاملة اللاجئين السوريين أو اللاجئين بشكل عام معاملة إنسانية. ولكن دول البلقان، دولة مثل صربيا أو دولة مثل هنغاريا، يعني هذه الدول أو مقدونيا، هذه الدول استنفذت قدراتها. هي دول خارجة من تجربة حرب أو تجربة، ومع ذلك نعم، ومع ذلك يعني لابد هناك إشارات قوية سواء من المفوضية العليا للاجئين التي انتقدت أداء دول الاتحاد الأوروبي، وقالت أنها هي الطريقة التي تتعامل فيها مع موضوع اللاجئين غير مناسبة، وأنها لابد أن تحميهم، لابد أن تقوم بحمايتهم من مهربي البشر. يعني هناك من يستغل أزمة هؤلاء الناس ويتاجر فيها. كيف يمكن لأوروبا أن تحمي اللاجئين من مهربي البشر، خاصة أن الحدود يعني لا يمكن ضبط الحدود، لا يمكن المتابعة الدقيقة لهؤلاء المهربي البشر؟ لنكن صريحين، يعني المسألة تبدو وكأن أوروبا تخفف الأعباء عن النظام السوري وتقوم بمكافأة مهربي البشر من خلال يعني فتح الحدود بهذه الطريقة. يعني مكافحة التهريب أو يعني لا تتم بهذه الطريقة. على أوروبا معالجة المشكلة كما ذكرت في البداية، التعامل مع النظام السوري ومع المهربين بطريقة أخرى. من حق السوريين، من حقنا كسوريين أن نبحث عن الأمان في أي مكان من العالم. النظام الذي لم يترك أي خيار لشعبه، النظام الذي يقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على رؤوس الناس المدنيين الآمنين في بيوتهم، هو من المسؤول الأول عن المأساة التي تحصل حاليا، والسوريين هم ضحايا، من حقهم البحث على الأمان. أكيد. يعني غير مستغرب تعامل الشرطة المقدونية، المناظر المؤسفة التي شاهدناها الماسة بالكرامة الإنسانية، ولكن يبقى تحت الأسلاك الشائكة. نعم، يبقى السؤال أستاذ حسين، هناك واقع يعني من الصعب تغييره، يعني حكاية كيف تتعامل الدول في البلقان
أو مأساة حجم المأساة التي يعاني منها اللاجئين سواء من سوريا أو من غير سوريا، هذه الأمور من الصعب أن تتغير يعني بسرعة. ولكن هناك من يقترح بضرورة تغيير آلية تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين. عندما يقال تغيير الآلية، هل فهمت أن تغيير الآلية أمر ممكن وأن أوروبا تستطيع إنجازه في وقت قياسي، أم أن أيضا هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل؟ يعني أوروبا مكونة من عدة دول، 25 أو 27 دولة أوروبية. هذه الإجراءات، هذه الآليات تأخذ مناقشات طويلة. هنالك يعني تمر باجتماعات لوزراء الداخلية، ثم عرض القرارات على البرلمانات الأوروبية أو على البرلمان الأوروبي حتى يتم تصديقها. ما أوروبا اتخذت قبل الآن، يعني كانت هنالك اقتراحات بافتتاح معسكرات اللاجئين في تركيا أو في مناطق أخرى لحين حل المشكلة، لحين يعني انتظارا لسقوط النظام السوري أو تغير في المعطيات على الأرض. ولكن ليس بهذه الطريقة تغيير الآليات. إذا كانت هنالك نية لدى أوروبا فيجب أن تغير آلياتها، يجب أن تغير آلياتها في التعامل مع النظام السوري الذي يعامل شعبه بهذه القسوة. أوروبا ليس لديها خيار حاليا سوى فتح أبواب اللجوء أمام السوريين. على أوروبا أن تدفع ثمن تهاونها مع النظام السوري عندما سمحت له بالمضي في مخططه بضرب شعبه، وعندما سمحت له بالإغال في دماء السوريين دون أن تفعل شيئا لتقوم اليوم بالتعامل مع نتائج قد تفوق في يوم من الأيام يعني قدرتها على نفسها، أوروبا نفسها على التعامل مع هذه الأزمة الكبيرة جدا. سؤال أخير أستاذ حسين باختصار، ما هو تفسيرك يعني هذا الضعف الواضح وعدم فعالية المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية بشكل عام بالتواجد في هذه الأماكن التي يعني رأينا في مقدونيا أو صربيا وأماكن أخرى التي يعاني فيها اللاجئون بشكل واضح؟ يعني ما التفسير؟ يعني كشخص أعيش في ألمانيا منذ مدة طويلة، في الواقع ألمانيا بالذات لم تكن مهيئة لهذه الموجة الكبيرة من اللاجئين. يعني الناس هنا، المنظمات الإنسانية، المنظمات العاملة لخدمة اللاجئين والموظفون أيضا بصراحة أصابهم الإرهاق ولم يعودوا يعني يسيطرون على أنفسهم. يعني فاضت معسكرات اللجوء هنا في ألمانيا، أنا شاهدت بعيني ذلك. هنالك خيم، ألمانيا تبني خيم في الساحات العامة، يعني خيم، ونحن مقبلون على شتاء بعد أشهر قليلة أو بعد أسابيع. أوروبا لم تكن مهيئة لهذه الموجة الكبيرة، ونأمل أن يعني توفر الأمان للسوريين القادمين، ونأمل كذلك أن تكون هذه الموجة جرس إنذار كبير لأوروبا حتى تتعامل مع ما يحدث في سوريا بطريقة أخرى. حسنا، نتوقف هنا. حسين جلبي، محامي وكاتب صحفي من هامبورغ، شكرا لك.